اكتر سؤال بيتسأل في عالم السوشيال ميديا، اطلع اتكلم ليه؟ ما السوق مليان والافكار كلها اتقالت. بص يا صديقي العزيز، الامتع انك تستسلم للزحمه وتقول خلاص مفيش مكان وتفضل تتفرج، بس الانفع انك تفهم القاعده دي، الافكار كلها على المشاعر بس بصمتك مستحيل تتباع. محدش فينا بيخترع العجله، كله بياخد الفكره ويدورها. الفكره ممكن تكون اتقالت 100 مره بس الاكيد انها ما اتقالتش بطريقتك. تاكد ان محدش عنده اسلوبك ولا نبره صوتك ولا احساسك في توصيل المعلومه. السر هنا يا صاحبي مش في الكلمه اللي بتتقال، السر في الروح اللي ورا الكلمه. العجله موجوده بس مين اللي يعرف يسوقها بطريقته ويسبق بيها؟ وهو ده فعلا اللي الناس بتدور عليه. مش عيب تاخد فكره حد قالها، العيب انك تقلدها عمياني. خد الفكره حط عليها بهاراتك وضيف عليها خبرتك وقولها بطريقتك انت. وعشان كده لو عايز تدمج بين الانفع والامتع وتعرف ازاي تطلع افكار للناس بشخصيه وبصمه تخطف العين قبل الودن، يبقى اتبعني. ومن موقعي هذا احب اقول لك ان احنا بنساعدك ان انت تبني براند لنفسك او تعمل ماركتنج لشغلك، من اول الفكره للسكريبت للتصوير والمونتاج للانطلاق على السوشيال ميديا. ده كان شوت قهوه بعرس الدرش، تابعني واستنى الشوت الجاي.